توفق من بين الخدمة متاعك، لازم توفق من بين صغارك والعائلة. قل بإذن الله السميع العليم، أنا بإذن الله راه في الشهر هذاك باش نكون في الرتبة الفلانية. دونك راني نكون أعطي بصدق، أعطي بحب، أعطي من قلبك. أمي نحب نشكرها على الآخر، أكثر واحدة تشجعني وأكثر واحدة تقول لي شد صحيح معايا. إني نكون نهار آخر كوتش، إني نعطي للناس بدون مقابل، دعوة الخير وبس. فاطمة ربعي، برتبة مانجير أوق في شركة أغفيا من ولاية باجة، أم لزوز أطفال، ربة بيت. في نهار من نهارات شريت الأبيزونت للوالدة، لكن اللي شريت من عندها زادت عليا في السعر. قررت اني باش انا نسجل ونكون مستهلكه الشخصي، معناها لداري والعائله متاعي، ونشري للوالده والكل. لكن بعد لقيت روحي نحب نكتشف في المجال هذايا، نحب نعرف عليه اكثر. قلت علاش لا، مشروع يخليك ما تستحق لا انك باش تكون عندك شهاده، ما تستحق حتى شيء. اللي يستحقوا منك انك تكون انسانه عندك رغبه، عندك طموح، قرار من عندك، وانتي من دارك وفي وسط صغارك تنجم تبدل وتغير برشا حاجات فيك وفي برشا ناس اخرين. بعد باش تكتشف اللي انت المجال هذا باش يخليك تغير حتى في حياه ناس. وكانت الانطلاقه من غادي والحمد لله. اكثر حاجه شجعتني اني مع ولادي ومن داري نجم نحقق برشا نجاحات في المشروع هذا. فيها دو كوتي، انك لازم توفق من بين الخدمه متاعك، لازم توفق من بين صغارك والعائله. صرت وقت اللي يبداو صغارك مازالوا صغار في حاجه كبيره ليك، وانك تحكي معاهم تقول لهم ماما تخدم، اصبر عليا شويه. صغيرك ما يفهمش، يقعد يبكي، يقعد يجبد فيك، ما يفهمش. دونك هنا تلقى الصعوبه. اما انا لقيت الحل كوني التليفون متاعي نحاول معناها نلبس حاجة وين نحط تليفوني ولا حاجة مكبوسة باش نحط فيها التليفون، ونستعمل الكيت وأنا نطيق وأنا نطيب وأنا نقلي وأنا خارجة نجري في السوق وأنا ماشية للمدرسة. دونك باش نوقفش الخدمة متاعي وما نعطيش سبب روحي نقنع به روحي لو عندي عائق ولا عندي حاجة تخليني ما نقدمش ولا ما نستمرش. هذا هو. كنت انا مزروبه ونقول انا انسانه عنيده على الاخر، وكي نحط حاجه ونقرر اني الحاجه دي نشد فيها صحيح مهما كان، نقول نحب الحاجه ديك في الوقت الفلاني. فاطمه لازم تكون انت الحاجه ديك وصلت لها افكتيفمون نوصل. انا في عام كامل صحيح سجلت 2020 وبديت 2020 وقعدت غادي انيماتور جونيور، لكن 2021 من انيماتور جونيور نمشي للمانجير، ومن مانجير في شهرين نمشي ارجون، وبعدها بشهر روبي، وبعد الروبي اخر 2021 دوبي 2022 اخ. معناها انا عندي بلان محدد الهدف نتاعي. وقت نقعد مع روحي ونحدد الهدف ونرسم، نقول باذن الله السميع العليم، انا باذن الله راه في الشهر هذاك باش نكون في الرتبه الفلانيه. دونك راني نكون. هو تحدي. انا ديما نقول للثله من الشركاء اللي معايا، قد تجي شريكه تقول لي طاقه سلبيه، انتوراج سلبي، اعداء نجاح، ناس يحبطوك، ناس يقولوا لك ايقف، يقولوا لك كلام فماش منها الحلمه هذه. شو انا شو نقول لهم؟ نقول لهم حاجه واحده ونعاود نقولها للناس الكل. معناه سر باش توصل السر نتاع النجاح نتاعك وتكون ناجح، جاوب الاعداء ذوكم نتاعك والناس ذوكم بحاجه واحده، بالنجاح فقط. انا ما نرد بحد شيء، لن اذيك ولا نجاوبك ولا نرد عليك ولا نحكي معك ونقول لك حد شيء. يعطيك الصحه وين نمشي. على خاطر وقت اللي تقعد تخمم في الناس اللي بجنبك وهما يجيو يحبوا يشدوا يرميوك الكره، يحطوا لك حاجه قدامك يرميك، نقولوا احنا مثلا بالتونسي العصا العجله، يحب يجبد انتباهك بمشكل بحاجه، يقول لك حاجه سلبيه، يحبك تقف انت في البلاصه هذيك. دونك انت ما تشوفش لحد حد، تشوف روحك كهو وجاوب الناس هذوكم بنجاحك.
انتوما العائلة متاعي ثانية. الحاجة الثانية ربطتني بهم علاقة كبيرة وتطورت برشا. والحاجة الثالثة نستنى وقتاش نقابلكم ونتجمعوا مع بعضنا ونتقابلوا ونقعدوا مع بعضنا ونحكيوا أكثر ونتعرف على بعضنا أكثر. بالطبيعة مازال الحكاية هذا شوية من الحكاية هي كلوا احنا قطرة في البحر، هذه شوية كهو من الحكاية مازال. أنا عندي حلمة كبيرة إني نكون هاريخ الكوتش، إني نعطي للناس بدون مقابل.